سلام لي ان شاء الله تكونوا بخير. خير نجيكم فيديو جديد، لا فيديو تعليم واللي هو وصفه المسفوف اكسبريس. بسم الله لا بارك الله. نبداو بلا فيديو تعليم. اول حاجه عنا واللي هو المسفوف تاعنا، البربوشه كنا غسلناها وحطيناها تنشف دوكا. وعندي هذا الزبيب ثاني البنات، الزبيب تاعي هذا الكحل والعادي. هنايا البنات غسلته ودوكا راح نحطو يغلي يطيب. انا حطيته في هذه البابيطه تاعي، كانت في الماء لازم يكون سخون ونحطوه يغلي. انا كيما شفتوا كيفاش راني نحل فيا هنايا المسفوف تاعي، زدت له شويه زيت وراني نحل فيه بهذه الطريقه. يعني بهذه الطريقه راكم تشوفوا فيا راني ندير فيها، يعني نحلو كيما نقولوا احنا حاجه خفيفه برك. انا هي حلينا على بعضها وذاك. وليت انا دوك نجي نحطو في الكسكس، يعني بنفورو التفويره تاعو الاولى. هنا يعني كيما غسلنا البربوشه تاعنا كانت انا البنات كانت دوكا كيما نقولوا حنا نشفت. هنا يعني دوكا نفرغ في البربوشه نتاعي في الكسكس. انا بعد ما فرغتها كامل نوليو نحطوها تفور. هنا هاهو، انا قبل ما حطيتها تفور كما كنت البابيطه تاعها ولا الزبيب تاعها راهو يطيب يغلي. انايا وليت حطيت الكسكس وراني سكرت عليها بتفور لي بتفور البربوشه تاعي. انا هذه بسم الله ما شاء الله بعد ما فعلت لي، يعني ذي التصفيره الاولى تاعها لكن ما كتشوفوا له فراه طالع. المهم بعد ما فارت لي جينا حاطيناها في القصعه. هاي هي سخونه، شوفوا بسم الله ما شاء الله. يعني ان البنات ننصحكم انكم تجربوا هذه الوصفه، لاخطر البنات راهي بنه. من بعد اللي نزلنا عليها الملح. هاي كما قلت لكم يعني تحتاجوها كما في رمضان، تسحروا بها ولا يعني كما نقولوا احنا السحرة رمضانية كما يجوكم ضياف ولا يعني تحطوها لهم في السهرة الرمضانية. يعني البنات هذا المسفوف اكسبريسو يعني جا روعة. انا بعد ما درت الملح، انا هذا الماء تاعي عندي الماء زبيب. شفتوا البنات هذاك الماء اللي كان يغلي فيه الزبيب، انا دوكا راح ان نمرق بيه ولا كما نقولوا احنا سكيفي. المهم حنا زدت لها الماء تاعها بهذه الطريقة، وكيما شفنا يعني راهو كان عادي. ودوكا نوليو نهبل هذه الماء غرفه. هنا البنات ما قدرتش نستعمل يدي كما راكم تشوفوا راهي لو فرق فراه طالع راهي سخونه. وليت درت لها الماء زبيب وخلا كيما نقولوا حنا بحاليناها مليح. ودوكا يعني بعد ما نشفت لي نولي نحطها تفور تصفيره ثانيه. البنات بعد ما فارت لي التصفيره الثانيه تاعي زدت ثاني جيت حطيتها في الكسكس. وهنايا دوكا هذه التصفيره الثانيه واش نديرو فيها؟ نديرو فيها الزبيب تاعنا اللي كان هنا. الزبيب تاعي راهو طاب يعني كيما نقولوا طاب مليح. واللي زدت عليها مغرفه نتاع الزبده وزدت عليها سكر. هنا يعني البنات كي تبغاو ديروا الزبده والسكر والزبيب لازم يكون المسفوف تاعكم حامي. راكم شتوني من حط كيما نقولها من نحيته من الكسكس حطيته في القصعه تاعي، زدت عليه حطيت فوقو الزبيب وثاني حطيت فيها الزبده ولا السكر. هنايا نقعدو نخلطو في المكونات تاعنا كامل مع بعضهم باش يذوب لنا السكر تاعنا والزبده. انا هذا المول اللي راح نزين بيه تاعي هذا. دوكا نوليو هنا واش نديرو نحطو واش اسمه المسفوف تاعي. هنا البنات كيما نقولوا حنايا المسفوف كيما درنا له الماء، درنا له الماء تاع الزبيب كما تعرفوا الماء تاع الزبيب ودرنا له ثاني ودرت له الزبده ودرت له السكر. هنا لازم كما نقولوا يعني جا مليح يعني. ولازم يعني يكون خفيف، يكون هذا المسفوف تاعي خفيف وما فيش ليدان بزاف. وهنايا كيفاه كيما راكم تشوفوا كيفاش كانت طريقه التزيين تاعو. يعني انا عجبني جا باهي وجا كيما نقولوا حنايا شكل يعني شكله مليح وجميل وباهي كيوت. وكما قلت لكم يعني هذا راح نحتاجوه هنا في رمضان السحور ولا كما يجونا الضياف ندير لهم سحره رمضانيه. يعني المسوف لازم نشاركوه باللبن. هنا كما شفتوا يعني التزيين تاعو كنت زينته هنايا بالجوز.
المهم كما قلت لكم البنات، هنايا كما درنا فيه الماء نتاع الزبيب ودرنا فيه السكر والزبده، يعني راح يجينا خفيف وبنين وما فيش ليدان بزاف. المهم هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وباي.